كانت تستخدم بفترة الاستقلال السوري، وأي حكاها في البخوري بكتابه الانتداب السوري والانتداب الفرنسي، وأيضا بإعلان الدولة العربية، بيقول إنه أحد الوطنيين السوريين استخدم جملة بالبرلمان السوري خلال سجال أكثرية وأقلية، نفس السجال هذا بصير كان موجود في تاريخ سوريا، طلع قال الأكثرية هم الوطنيون والأقلية هم الخائنون والمستبدون. وأنا دائما بستلهم هاي الجملة وبقولها، لأنه الأكثرية في المواطنة هن مو لا سنة ولا الشيعة ولا العلوية ولا آخره، مو الهويات الفرعية، الهوية المركزية. والأقلية هو كل مستبد وخائن. فبالتالي ذلك على عاطف نجيب. من هو عاطف نجيب؟ هو سني من مدينة درعا، مدينة مهد الثورة. فهون بناخذ مؤشر، وهذا لا يلغي انه كمان المنظومة العسكرية كانت معلونة. السلطة العلوية كسلطة سياسية وليست كهوية طائفية او هوية دينية. فهون كمان نميز بين التميزات يعني نسكر مرحلة ونبدأ مرحلة جديدة، مرحلة الدولة، ويكون كل شيء بالنص، يعني ما يكون فيه تطرف.